لك أن الوالدين يندفعان بالفطرة نحو حب الأولاد وإسعادهم، بل وبالتضحية بكل شيء من أجلهم حتى ولو بالذات. فكما أن النبتة الخضراء تمتص كل غذاء من الحبة فإذا هي فتات، وكما أن الفرخ الصغيرة يمتص كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، فإن الأبناء يمتصون كل غذاء وعافية وصحة واهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة فانية وهما مع كل ذلك سعيدان. لكن من الأولاد من ينسى هذا الحب والعطاء والحنان، بل وينطلق في جحود ونكران وعصيان ليسيء إلى الوالدين بلا أدنى شفقة أو رحمة أو إحسان، بل وتتوارى الكلمات خجلا واستحياء بل وبكاء عندما تكتمل فصول المأساة ويبلغ العقوق الأسود منتهاه فيقتل الابن أمه أو أباه. ففي أسرة فقيرة مكونة من أب وأم و10 أبناء، كان الوالد يقضي الليل كله بل والنهار أيضا في العمل والكفاح من أجل أولاده، ووفقه الله في أن يدخل كل أولاده التعليم الجامعي، لكن خرج من بين الأبناء ابن عاق يثقل ويلهب ظهر والده بالمصروفات لينفقها على الفتيات وعلى المخدرات. وفي يوم من الأيام طلب من والده مبلغا كبيرا حتى ينفقه على المخدرات وعلى من يعرفهم من الفتيات، فإذا بالوالد يرد عليه ويقول له: ولدي لقد كبرت، اتركني حتى أنفق على بقية أخواتك، اتركني وارحمني يا ولدي، لقد كبرت وأصبحت رجلا متعلما مثقفا جامعيا، شق طريقك واعمل وانفق على نفسك. لكن الولد ذهب ليرد على أبيه بشيء لا يخطر على بال أحد، فإذا تمكن الشيطان من الإنسان جعله وحشا كاسرا. إذا بالولد الذي كان في كلية العلوم يذهب إلى كليته وينفرد بالمعمل ليحضر تحضيرا علميا معمليا خبيثا خالصا، يحضر لوالده مادة كيميائية حضرها بطريقة معينة فيأخذ منها كمية كبيرة ليذهب إلى بيت والده، حتى إذا ما نام الوالد سكب كل المادة على جسد والده فذاب لحم والده حتى ظهرت العظام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ووالله إن العين لتدمع وإن القلب لينخلع وإن الجوارح لتضطرب. وقد يرد علي أحد الآباء فيقول لي: إنه الفقر، قاتل الله الفقر. وأنا أرد عليك أيضا وأقول لك: لا يا أخي، ليس الفقر سببا في هذا، وإن لم تكن مصدقا لي فاسمع إلى الحكاية الأخرى على الجانب الآخر. في أسرة ثرية غنية كان لها حاكمان مكونان من أب يعمل سفيرا وأم قد نالت الأستاذية في كلية العلوم، ولهما ولد واحد. يكبر الولد في رعاية أبيه وأمه حتى إذا ما تخرج من الجامعة قرر أن يتزوج بفتاة ما ويعرض الفتاة على أمه، فترفض أمه تلك الخطبة
نظرا لأسباب وجيهة تعرفها هي، ونظرا لخبرتها في الحياة التي تملكها أكثر من ولدها، فقالت له: أنا لا أريد لك هذه الفتاة، ولكن اختر فتاة أخرى غير هذه الفتاة، لأنه عندي من الأسباب ما يمنع هذه الزيجة. فما كان من الولد إلا أن يذهب إلى مطبخ بيته ليأتي بسكين ليقفز على والدته فيطعنها بطعنات حتى الموت. ووالله إن القلب لينخلع، وإن الجوارح لتضطرب، وإن الكلمات لتتوارى خجلا وحياء وبكاء أمام هذه الصور البشعة من صور العقوق الأسود. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كبيرا. فجعل الله عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله أي أنه من الكبائر، كما قال المصطفى من حديث عبد الله بن عمرو: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال الصحابة: حتى قلنا ليته سكت. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ يتعجب هذا المجتمع الطاهر، مجتمع الصحابة، لا يتصورون أنه سيأتي زمان يسب فيه الولد أباه، لا يتصورون هذا. فيسألون المصطفى فيقولون له: وكيف يسب الرجل والديه؟ فقال المصطفى: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فلقد قرن الله بر الوالدين بتوحيده وقرن حقوق الوالدين بالإشراك به. وعند أهل اللغة والتخصص في حالة العطف لا يصح عطف المعطوف على المعطوف عليه إلا إذا كان هناك تجانسا بين المعطوف والمعطوف عليه. فلا يصح أن أقول اشتريت أرضا وملعقة لأن الملعقة لا تجانس الأرض، لكن يصح أن أقول اشتريت أرضا وبيتا. هكذا في آية العطف يقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فعطف الإحسان على الوالدين بتوحيده وعبادته. وذلك إن دل فإنما يدل على عظم هذه العبادة، على عظم هذا الإحسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل تعلم يا أخي أن العاق لوالديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة؟ ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة:
العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوس. هل تعلم يا أخي أن العاق لوالديه لا يدخل الجنة؟ قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والمنان وشارب الخمر. هل تعلم يا أخي أن العاق لوالديه لا يقبل الله منه عملا ولا فرضا ولا صرفا ولا نفلا؟ قال المصطفى: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه والمنان والمكذب بالقدر. العاق لوالديه والمنان والمكذب بالقدر. بل إني أقول لك يا أخي أن ذنب العقوق يعجل الله به في الدنيا قبل الآخرة. فعند أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجل الله لهما العقوبة في الدنيا قبل الآخرة: الظلم وعقوق الوالدين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ثم إن عقوق الوالدين يعجل الله لصاحبه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. فعقوق الوالدين دين وفاتورة لا بد أن تسدد. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. هل تسمعني أيها الشاب؟ هل تسمعني أيها العاق؟ اعمل ما شئت الآن، لكن اعلم أنه كما تدين تدان، وكما تكيل الآن غدا سيكال عليك به. فهذه زوجة لولد تتأفف من والد زوجها الذي كبر وانحنى ظهره وسال لعابه، تتأفف تتضجر منه، وإذا بها تعلن هذا التأفف علانية وتعلن هذا التضجر علانية أمام الجميع، أمام الأولاد وأمام الزوج الذي هو ولده. وطلبت في يوم من الأيام من زوجها الذي هو ولد هذا الأب أن يطرد أباه من البيت، نظرا لأنها لا تتحمل أن تنظر إلى وجهه الذي سال عليه لعابه، لا تتحمل أن تنظر إلى وجهه الذي اكتست عليه علامات الزمان وغدره، لا تتحمل أن تنظر إلى وجه والد زوجها، فتطلب من زوجها أن يطرد أباه. وبالفعل ينفذ الزوج. فكثير من الأزواج الآن يفضلون مطالب الأزواج على مطالب آبائهم وأمهاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن في واقع مرير، نحن في ألم، نحن في أسى. أصبح الأسى لا يأتي إلا من القريب وفقط. أصبح الألم لا يأتي إلا من القريب وفقط. تطلب الزوجة من زوجها أن يطرد أباه. تصور يا أخي، تصور، الولد سيطرد أباه تلبية لرغبة زوجته، وأولاده يطردونه معه، إلا ولد صغير رق لجده ورق لضعف جده ورق لحال جده، فيقول لأبيه: يا أبت لماذا تفعل بجدي ما تفعل؟ فيقول له: لأن والدتك تتضجر منه وتتأفف. فيقول له: حسنا يا أبت، حسنا، سنفعل بك غدا ما تفعله بجدنا اليوم إن شاء الله. كما تدين تدان. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. وهذا ابن آخر يصفع والده على وجهه. الناس يتجمعون حتى يكونون حاجزا منيعا بين الولد وأبيه، لكن الأب يصيح فيهم ويقول لهم: اتركوه اتركوه، لقد فعلتها مع أبي في نفس المكان منذ 20 عاما. اتركوه،
البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. أنت الآن شاب، غدا ستكون شيخ. أنت الآن ولد، غدا ستكون والد. ما تفعله اليوم سيفعل بك غدا. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان. وهذا ابن آخر يجر أباه من رجليه إلى الباب، وأباه يصيح به ويقول له كفى يا بني، كفى كفى كفى، إلى الباب فقط. لكن ولده يقول له بل سأجرك إلى الشارع. يقول له لا يا بني، كفى كفى، إلى الباب فقط. والله لا تخرجني إلى الشارع، إلى الباب فقط. لقد فعلتها مع أبي لكن فعلتها إلى الباب فقط. لقد فعلتها مع أبي لكن إلى الباب فقط، لم أخرجه إلى الشارع. لقد فعلتها مع أبي لكن إلى الباب فقط. وذاك ولد آخر يفكر ويخطط في التخلص من والده. كيف يتخلص من هذا الشيخ الذي طال عمره وكبرت ثروته، ومع ذلك لا يستطيع أن يتمتع بهذه الثروة، لأن الوالد يمثل حائط سد منيع أمامه. فيفكر كيف يتخلص من والده، وإذا به يطرح على والده فكرة فيقول له سأسافر إلى بلد ما ولا بد أن تأتي معي حتى تؤانس وحدتي. فيذهب معه والده، وفي طريق مهجور إذا بالولد يقول لأبيه لا بد أن نستريح هنا. فينزل الوالد مطمئنا لولده حتى يستريح من عناء السفر، وسرعانه ما ينزل الوالد حتى يخرج الولد سكينا من جيبه، ثم يهم على أبيه ليقتله. فيقول له ولما يا بني تقتلني؟ أمن أجل ثروتي؟ خذ ثروتي واتركني حيا. فيقول له لا، لو تركتك حيا لعيرني الناس بك. كيف أتركك حيا؟ بل سأميتك وأتمتع بثروتك ولا يعلم أحد بقاتلك. فقال له يا ولدي أأنت مصر على قتلي؟ قال نعم أنا مصر على قتلك. فقال الوالد إن كنت مصرا على قتلي فاقتلني عند هذه الصخرة. فقال الابن ولم يا أبتي؟ فقال له لأنني قتلت أبي عليها. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، وما تكيل به اليوم سيكال به عليك غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله كثيرا كما أمر، وأصلي وسلم على هذا النبي المعتبر صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جماعة المؤمنين، الوالدين ثم الوالدين ثم الوالدين،
فبر الوالدين والإحسان إليهما يأتي بعد توحيد الله وعبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس: ثلاث مقرونات بثلاث، من عمل واحدة ولم يؤد الأخرى لم تقبل له. أولها أن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله في قرآنه ولم يطع الرسول في سنته لا يقبل منه. وثانيها أن الله قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة لا يقبل منه. وثالثها أن الله قال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لا يقبل الله شكره أبدا. ثلاث مقرونات بثلاث: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هل تعلم يا أخي أن بر الوالدين سبب لدخول الجنة؟ لما صعد النبي المنبر يوما على درجات ثلاث، فنزل عليه جبريل وقال له: قل آمين. قال المصطفى: فقلت آمين. فقال له جبريل: قل آمين. قال المصطفى: فقلت آمين. فقال المصطفى له: قل آمين. فقال المصطفى: آمين. على أي شيء كان يؤمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والشاهد من الحديث أنه من بين الثلاث أن جبريل قال: محزون مخزون من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بهما الجنة. قل آمين. فقلت آمين. فمن أدرك أحد والديه أو كلاهما ولم يكونا مطية لدخوله الجنة فهو الخائب الخاسر. هل تعلم يا أخي أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله؟ لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى رسول الله وقال له: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: إقام الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم رسول الله بر الوالدين والإحسان إليهما على الجهاد في سبيل الله. أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ورجل آخر يعلن إسلامه بين يدي رسول الله ويبايع رسول الله على الهجرة والجهاد، فيقول له رسول الله: أحي والداك؟ يقول: نعم. قال له: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. وفي رواية: فالزم قدميهما تكن لك الجنة. وفي رواية: فإن الجنة تحت أقدامهما. وفي رواية: فإن الجنة تحت قدم أمك. وفي رواية: فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. هل تعلم يا أخي أن بر الوالدين والإحسان إليهما سبب في تفريج الكروب؟ اللهم فرج كروبنا. سبب في تفريج الكروب. إن لم تكن مصدقا لما أقول فما عليك إلا أن تطالع إحدى كتب السنن لتقرأ حديث أصحاب الغار عندما انسدت عليهم صخرة، فقال الثاني: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، ولكن نأى بي طلب الشجر يوما فذهبت أطلب الحطب، فلما رجعت وجدت أولادي يبكون من شدة الجوع، ووجدت والدي قد ناما فحلبت لهما ووقفت عند رأسهما وأولادي يبكون عند قدمي من الجوع، فلم أقدم أولادي على والدي، وذهبت أقف بالحليب حتى استيقظا عند صلاة الفجر فشربا ثم ناما. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا قليلا. انفرجت الصخرة إلا قليلا. هل تستوعب يا أخي ما أحدثك به
عن الوالدين. هل تفهم ما أريد أن أوصلك له؟ إن أردنا ترتيبا للعبادات، أقول إن أردنا ترتيبا للعبادات في الدين فما عليك إلا أن تقول واحد، الله واحد أحد، توحيد الله، قل لا إله إلا الله. ما عليك إلا أن ترتب بهذا الترتيب: رقم واحد لا إله إلا الله، رقم اثنين الوالدين، مقدم على الصلاة، مقدم على الصلاة، مقدم على الزكاة، مقدم على الزكاة. هل تعلم أنه يصح لك أن تخرج من صلاتك إن نادت عليك أمك؟ يصح أن تقطع الصلة التي بينك وبين ربك لتنشئ صلة أخرى بأمك. هل تدرك ما معنى أنك تبجل والديك، أنك تحترمهما، أنك تقدرهما؟ هل تدرك هذا المعنى يا أخي؟ سواء كان هذين الأبوين صالحين أم خبيثين. والله يا أخي، والله لو وصل الوالدين بك إلى أن يجعلاك تشرك بالله لا تطعهما في ذلك، لكن قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. إياك أن تسيء إلى والديك يوما يا أخي. والله الآباء والأمهات نعمة لا يعرفها إلا من افتقدها. اسألونا نحن الآن، اسألونا نحن الآن. اسألوا من فقد الأب، واسألوا من فقد الأم. اسألوهم الآن عن أي شيء يعانون. اسألوهم الآن عن وحدتهم وغربتهم. اسألوهم الآن عن وجع يقطع قلوبهم ولا يعرفون من سبب. اسألوهم الآن عن مصدر حب كان يعطيهم دائما دون انتظار أي شيء وفجأة انقطع هذا المصدر. اسألوهم يا من متعكم الله بحياة الأب وبحياة الأم، اسألهم من فقدوا الوالدين. اسألوهم لكي تعرفوا ما معنى أن الأب والأم نعمة لا يدركها إلا القليل. اسألوا من فقد الأب كيف أن ظهره قد كسر. اسألوا من فقد الأب كيف يعاني الآن من وحدته ومن غربته. صحيح الكثيرون يتجمعون حوله لكنه ما زال يشعر بالوحدة والغربة، ما زال يشعر بالوحدة والغربة، يشعر بوجع، يشعر بضياع، يشعر بألم. اسألوهم وقولوا لهم ما معنى كلمة أب. اسألوهم وقولوا لهم ما معنى كلمة أم. أب يعني عطاء، أب يعني تضحية، أب يعني قدوة، أب يعني رحمة، أب يعني شفقة، أب يعني إحسان، أب يعني تربية، أب يعني توجيه، أم يعني حضن. والله يا أخي، والله العظيم لو لم يكن من الكلمات ما أقول عن معنى كلمة أم غير كلمة إن هي حضن بس، كفاية. الحاجات دي ما يفهمهاش غير أصحاب الحب، أصحاب الحب اللي تألموا، أصحاب الحب اللي توجعوا، أصحاب الحب اللي كانوا يتمنوا عادي ابنهم يموت لكن يفضل الأب قدامهم، تفضل الطيبة قدامهم، تفضل القدوة قدامهم، يفضل المثل قدامهم.
يفضل حد ارجع له، يفضل حد ارمي له همي، يفضل حد اشكيه على اللي جوايا، يفضل حد اترمي في حضنه. انا علاقتي بكل الناس دلوقتي علاقه مصالح، ما حدش بيسمعني. انا اللي رايح اشكي له، هو عايز يشكي لغيري. ما حدش بيسمعني، كانوا هم اللي بيسمعوني. انا وحداني، انا حاسس ان انا وحداني، ما حدش بيسمعني. عايز افضفض مش قادر، حاسس ان انا مخنوق، مش لاقي حد يفك خنجتي، حاسس ان انا تعبان، مش لاقي حد يطبطب عليا، مش لاقي حد يقول لي ان شاء الله بكره خير، مش لاقي. عشان تفهم يعني ايه اب، وعشان تفهم يعني ايه ام، عشان تفهم لازم تسأل اللي هم دلوقتي لا يملكوا لا اب ولا ام. قول لهم يعني ايه اب، وقول لهم عن حجم المعاناه اللي هم بيعانوها دلوقتي، بالرغم من ان سنهم كبرت، لكن كانوا عايزين يعيشوا الطفوله لحد اخر يوم في عمرهم. ايوه كانوا عايزين يعيشوا، كانوا عايزين يعيشوا الطفوله دي، كانوا عايزين، والله كانوا عايزين. احنا ضعفاء قوي يا جماعه، احنا مفيش اضعف منا. انا بكلمك دلوقتي مش كلام نظري ولا كلام خطب، انا دلوقتي بكلمك من قلبي انا. يا رب يكون طالع من قلبي وصل لقلبك انت. انا الكلمتين اللي انا بقولهم دلوقتي مش عشان انظر، لا، كفايه تنظير. انا عندي من التنظير الكتير، لكن كفايه. انا حبيت اقول لك كلمتين كانوا تعبيني انا شويه، كانوا تعبيني. حبيت ارتاح، حبيت اعرف اللي عنده اب وام النهارده يعني ايه اب وام، يعني ايه اب وام. اب يعني سند، ام يعني حب، اب يعني حمايه، ام يعني حنان. اب يعني قلب، ام يعني نهر. اب مش عايز منك حاجه، ام ما طلبتش منك حاجه ولا هي عايزاك انت بس تكون سعيد وتبقى مرتاح. دي غايه املها. شخص يا راجل في الدنيا يتمنى هو موته وانت تعيش، عايز ايه تاني اكتر من كده؟ تصور يا اخي، في حد كان موجود في دنياتك، في حد كان موجود دلوقتي ما دام تحت أبواق التراب، نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. يا أخي كان شخص موجود في الدنيا في حياتك. أنا بس عايزك تستحضر، عايزك تستوعب اللي أنا بقوله. حد كان موجود في حياتك لو عرض عليه إن هو اللي يموت ولا ابنه اللي يموت كان يقول أنا اللي أموت. مين دلوقتي هل زوجتك لو عرض عليها الأمر ده هتقول الكلام ده؟ هل ابنك لو عرض عليه الأمر ده هيقول الكلام ده؟ مين دلوقتي اللي فاضل لك في الدنيا لو عرض عليه الكلام ده هيقول كده؟ إلا اتنين كنا نتمنى وجودهم، كنا نتمنى ان هم يفضلوا قدام عينينا، حتى لو كانوا عظم في جفه، بس يبقوا قدام عينينا. حتى لو كانوا هو الضعيف وانا القوي، بس يبقى قدام عيني اقوم الصبح احب على ايده واسلم عليه واحضنه وابوس على راسه واقول له سامحني. انا بقوم الصبح دلوقتي مش لاقي حاجه، لاقي بيت فاضي، لاقي سرير صاحبه سابه، ما سمعتش حد دعالي بدعوه. كنت بروح المشوار او اسافر يدعي لي،
ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة، ربنا يسترك ويسددك ويوفقك ويحقق لك ما تتمناه. ادعي لي يا ابويا، ادعي لي. ساعتها كنت بحس براحة وارتياح مش ممكن، لا يتصور، لا يتصور. ارتياح غريب الشكل، شيء كده انا يعني ما حسيتهوش، ما دقتهوش قبل كده، ما دقتهوش قبل كده. تصور كل المعاني دي انا فقدتها مرة واحدة، مرة واحدة، وعلى غير ميعاد، على غير ميعاد. انا فقدت كل ده. انا اصبحت حاسس ان انا زي الحائط ده او زي العمود ده. انا حاسس ان المشاعر جوايا اتجمدت. انا حاسس ان انا بقيت مجمد. انا حاسس ان انا مشال.